حميما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا يا صباح النور والسرور، صباح الفل، صباح الورد وصباح الياسمين على احلى الحلوين، اخواتي وحبايب قلبي. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في اتم صحه واحسن حال. جيت لكم النهارده بفيديو جديد وروتين جديد، يا رب يعجبكم ويكون عند حسن ظنكم. لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تشتركي فيها فضلا منك، وتحطي لي اللايك والكومنت اللي بيشجعني عشان اكبر بيكم واوصل لاكبر عيله. حابة أشكر كل حبايب قلبي اللي معايا في القناة واللي دخلوا قناتي جديد. نبدأ الفيديو بالاستعانة بالله ونقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على الحبيب قلبكم يطيب، فالصلاة على الحبيب مسك وطيب. بسم الله. النهارده كده يا حبايب قلبي عندنا الروتين بتاعنا في غرفة الركنة او الليفنج اللي احنا بنقعد فيها. طبعا ديت مش كل يوم بتتروق، دي كل دقيقة بتتروق، والله العظيم زي ما بقول لكم كده. فايه النهارده كده بقى ايه، قلت هاخدها كده ترويقة، لان انا ان شاء الله باذن الله زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات هبدأ تنظيفات الشتاء. هو ما فاضليش حاجات يعني كتير، او انا مش حاسه ان انا مكركبه نفسي، او ان انا خلاص بقى الشتاء جاي عليا كركب نفسي، لا. انا زي ما قلت لكم انا دايما على طول ايدي في الشقه، فعشان كده انا حاسه ان انا مش هاخد وقت في الشقه كتير ان شاء الله. فانا غسلت المشايات معاكم، طبعا الحمام كنت لسه منضفاه، والمطبخ كنت لسه منضفاه معاكم ومخلياه زي الفل، والشقه دايما ايدي فيها. فيدوبك بس كده ان انا هعمل برضو نفس الروتينات اللي انا بعملها دي هعملها معاكم، بس بالاضافة ان انا ممكن اغير الستاير، وممكن ان انا بقى هفرش بقى السجاد في الارض، مش المشايات والحاجات اللي هي الخفيفة بتاعت الصيف. ان شاء الله باذن الله هنبتدي كده مع بعض واحده واحده، وما تستعجليش نفسك واحنا لسه. بس الناس اللي عندها مدارس يعني لو ما ابتديتيش في تنظيفات الشتاء فابتدي فيها، لان خلاص احنا على الابواب. في ناس بدأوا فيها وخلصوها كمان عشان الدروس والمدارس والحاجات دي. برضو الناس اللي ما بدأتش عادي خالص. احنا برضو يعني ربنا يكون في عوننا ويكون في عون كل ام في مدرسة ومعاها عيال وبتودي وبتجيب المدارس ودروس وكده، فكل ده بيتراكم على دماغها. فانا مش عايزاكي تحسي بخالص ان انتي يعني ايه مش عارفه تعملي حاجه، او ان انت مثلا مش قادره تاخدي قرار انك هتنضفي امتى وكده، لا. واحده واحده وايدك دايما في البيت، فهتحسي ان انت يعني البيت مش محتاجه ان شاء الله. انا بقى الركنه، بصوا، عايزه اقول لكم ان انا عايزه اغير نظامها. بس انا جيت اودي اللي هي الركنه الرصاصي ديت عند الباب، والركنه الحمراء دي اجيبها هنا او ابدل. فما كانش هينفع خالص، لان احنا دايما قعدتنا قدام التلفزيون، فالركنتين لازم يكونوا قدام التلفزيون لما بنيجوا نقعد عليها. الشفونيره او العسكري اللي انا بمسحه ديت، الازاز بتاعه بصوا عامل ازاي، عشان خاطر الفيشه بتاعه الراوتر وراها. ف لازم ارجع الازاز على ورا شويه، ان انا بحط الراوتر، بحط المصحف، بحط الحاجه عليها من فوق، فايه لازم تكون حاجه لازقه في الحيطه ان انا احط الحاجه عليها. مسحت بقى الازاز وكنست الارض ومسحتها كده بالشرشوبه، وخلاص بقى كده الاوضه كانت فله شمعة منوره. عايزه اقول لكم ان الازاز دوت كان بايد يونس وآسر، ما اقدرش اقول لكم لما بياكلوا بقى وبيحطوا ايدهم على الازاز. فانا دايما اصلا مغطيه المرايه، يعني مش بحب المرايه اصلا بتبقى يعني متعريه، ولا ديت ولا غرفه النوم ولا اي مرايه اصلا في البيت بحبها ان هي تبقى متعريه. فدايما حاطه عليها يا اما طرحه، يا اما لو حابه ان انت تحطي عليها ستيكر او اي حاجه غير الطرحه حطيها. بس انا مش من فكره ان انا احط عليها ستيكر او كده، ان انا بستخدمها برضو. حابه ان انا احط ميك اب، حابه ان انا مثلا اظبط طرحتي هدومي. طبعا احنا ليها استخدامات برضو المرايه. فانا مش بحب ان هي ايه تتعرف في البيت قدام الولاد، احنا داخلين خارجين كده. فانا دايما بداريها وقت الاستعمال، برفع الطرحه وبستخدمها وبنزل الطرحه تاني. خلصت بقى اوضه الركنه كده، بس ما فرشتهاش. الروتين دوت كان الصبح قبل ما انزل اروح عند ماما يوم الفرح. فقلت بقى لا اخليها كده على الارض لغايه ما ارجع. طبعا انا يعني لسه راجعه من عند ماما امبارح،
ويا دوبك بس هسجل لكم الفيديو وانزله النهارده. نزلت لكم فيديو امبارح اليوم ويوم الجمعه، والنهارده السبت، ومش حارمكم من حاجه ولا حارمكم مني. بس بالله عليكم اتفاعلوا معايا على الفيديو يوصل لاكبر عدد من اخواتنا، عشان بالله عليكم عايزه اكمل شروط القناه، لان انا الشيطان شوشو بيلعب في دماغي ان انا اقفلها. والله ما عايزه اقفلها وعايزه اكمل معاكم، بس انتوا عارفين ان انتوا لما تكونوا حاسين ان انتوا بتعملوا مجهود وبتتعبوا في حاجه، وانتوا يعني ما بتاخدوش على قد مجهودكم وقد تعبكم. بس الحمد لله انا الفيديوهات اللي فاتت دي كلها يعني ايه مش جايبه لي مشاهدات كويسه، فانا راضيه بقضاء ربنا وكل حاجه. بس انا عايزه اخواتي ما يطلعوش من الفيديو الا لما يكونوا مثلا ايه متفرجين على نص وتلات ارباعه. كملوا معايا للاخر، انا بتعب برضو عشانكم، واجبروا بخاطري في الكومنتات بكلمه حلوه. الناس اللي تدخل تتفرج عليا في صمت، مش بقول كده ولا بضايقكم والله، بس انا نفسي اتشجع بيكم واتشجع معاكم. بعد بقى ما خلصت الركنه وخلاص دخلت بقى كده، كان في غسيل قلت بقى ايه اطبقه واخلص كده اللي ورايا. وده كان شكل الركنه بعد ما خلصت. بصوا، هي حاجه بسيطه معاكي في يومك بتفرق معاكي. تعالي بقى اقولك ايام المدارس، طبعا فقره الرغي والرغاوي مين بيحبها زيي؟ عادات بقى لو مشيتش عليها ان شاء الله اللي انا هقولك دي في المدارس، ان شاء الله باذن الله بصوا هتخلي بيتكم كده دايما نضيف ورايق ومرتب ومنور. شفتوا بقى قد ايه؟ فانتي لو مشيتي على الحاجات ديت وعملتي كده في ايام المدارس بجد والله يعني هتحسي بفرق كبير. وانا ان شاء الله لما يبقى عندي مدارس يعني وادخل ابني المدرسه ان شاء الله السنه الجايه اذا كان لنا عمر، انا ان شاء الله العادات دي همشي عليها. اول حاجه كده يا ست البنات انت وهي، اول حاجه لو المدارس عندك بتبدا من يوم الاحد او اي يوم ايا كان، لازم تكوني محضره لبس يعني اولادك من بدري. يعني مثلا يوم السبت كده تقومي من النوم تكوني مرتبه كل دنيتك الصبح، وكده تكوني محضره لبس اولادك مكوي ومغسول. مش لسه يوم السبت هتقومي تغسليه عشان تجيبيه يوم الاحد الصبح من على الحبل، لا، انت كده يوم الجمعه تغسليه ان شاء الله يا رب تغسليه على ايدك، وتروحي بقى حاطاه في المنشفه كده ينشف، ومظبطه الدنيا كده، وتروحي كاوياه وحاطاه ان هو يكون جاهز. طبعا تكوني يعني حاطه بقى هدوم المدرسه دي يبقى مخصصه لها مكانك تحطيه عليها، لان ما تدوريش على التيشيرت هنا البنطلون هنا، لا، عشان ما تضيعيش وقتك كمان الصبح. يعني ادور على حاجه هنا ادور على حاجه ضايعه من ابني، لا، تكوني محضره كل حاجتك بتاعه المدرسه بحيث انك لما تقومي الصبح تبقي رايقه. تاني حاجة تجهيز اللانش بوكس بتاع الأولاد يبقى قبل النوم. أنا كنت أيام الحضانة بتاعت آسر ساعات قبل ما بنام، يعني كانت مثلا الفجر قبل الفجر كده كنت بحضر اللانش بوكس، حتى لو حاجات بسيطة، تغسلي الخضار أو الفاكهة اللي انت هتحطيها، جهزي العيش. لو مش حابة انك مثلا يعني تحشيه بالليل ممكن تحشيه الصبح عادي، بس لو حشيتيه برضو من بالليل على فكرة مفيهاش أي حاجة. غسيل بقى هدوم المدرسة بتبقى مرة او مرتين في الاسبوع، مش اللي هو الاسبوع كله الولاد تروح باللبس وترجع مثلا تغسليه اخر الاسبوع، لا، حاولي كده تخصصي لك يومين حسب ما هتبقي قادرة تغسلي فيهم اللبس. تنظيف بقى البيت بقى، يعني انت مثلا لو بتودي الصبح المدرسة او الباص بيجي ياخدهم او كده، لو كل يوم بتعملي حاجة هتحسي ان بيتك دايما نضيف ومرتب. يعني مثلا تمسكي مثلا المطبخ يوم، غرفة النوم يوم كده، لازم المطبخ دوت هو اللي يبقى متنضف كويس. يعني مثلا تنظيف المطبخ كويس بقى مثلا هندي يوم السبت، ده هيسهل عليكي بقية الاسبوع. ممكن تحضري وجبات في الفريزر. مثلا انا عن نفسي انا كل ما بقول لكم انا بجيب اكل وكده، انا بفرز الاكل واحطه في الفريزر جاهز، بيسهل عليا الاكل. لو جايبه بانيه بغسله وبنقعه على طول، وبحط بقى عليه بصله مفرومه وطماطميه كده يعني بشراها، ملح وفلفل اسمر والبهارات اللي انت حابه تحطيها، وافرز على قد الوجبات. وقبل كده انا عملت معاكم على القناه انا ازاي بفرز البانيه، ويعني لو جايبه كيلو بحط اربع يعني في اكياس تلاجة، وبحطها في الفريزر بحيث ان انا لما اجي مثلا من درس قاسر جاي من مشوار مثلا تعبانه يا دوبك اطلع البانيه يا دوبك احطه في البقسماط وكده واقليه على طول. وساعات كمان لما بسيبه في التتبيله مثلا
فتره في التلاجة، بروح بقى ايه حاطاه في البقسماط والدقيق على طول، واروح حاطاه برده مفرزاه في التلاجة. ده بيسهل عليا الوقت جدا على فكره. اللحمه المفرومه، انا في اول جوازي كنت لما بجيب الاكل يا بنات والله العظيم كنت بعصج اللحمه المفرومه واحطها في الفريزر. مثلا الكفته، باخد مثلا مثلا نص كيلو لحمه اعملها كفته مرتين. كنت طبعا انا ويعني وجوزي بس، ما كانش معانا اولاد. لكن كنت بقى بعمل اللحمه المفرومه الكيلو، ممكن كنت اعمله مثلا لو مش هفرز مثلا او اعصج وكده، كنت اعمل الكيلو على يعني 5 اكياس او 4 اكياس. يعني بوفر على نفسي، ممكن ايه افرم كميه بصل واتبل كل اكل انا جايباه، فراخ بقى وريك لحمه كده. فانت تقدري يعني حتى لو الناس اللي ماشيه اليوم بيومها الله يعينكم ويقويكم، كلنا دلوقتي ماشيين اليوم بيومه. بس لو انت في مقدرتك انك تجيبي مثلا اكلتين تحطيهم في التلاجة مثلا توفر عليكي وقتك ومجهودك، اعملي كده. البيت بقى تقومي من النوم تشوفي بقى انت مثلا النهارده هكنس هنا ومثلا واعمل بالشرشوبه. كمان بقى يا بنات لو انت مثلا هتنزلي اولادك المدرسه وترجعي، هيبقى في وقت فاضي مش ترجعي تنامي، فده يبقى احسن. شغلة البدريه والله العظيم منسيه وجميله، وبتخلصي اللي وراكي كله. خلصي اللي وراكي كله، ولما يجوا طبعا تكتبي واجب وتذاكري وتنامي معاهم بالليل، وهتصحي الصبح هتلاقي نفسك رايقه. وطبعا كده كده احنا لما بنصحى بدري بناخده على ان خلاص احنا صحينا بدري، بتلاقي جسمك اوريدي بيبقى انت خلاص قايمه عارفه ان انت مش هتكملي اليوم نوم، لا انت هتكملي اليوم يعني ايه هتاخدي بقى اللي وراكي في الشقه وتعملي اللي وراكي. بس طبعا لو رجعتي ولقيتي بيتك مش محتاج ان انت مثلا ان هو عايز تعمل فيه حاجه، ما اعملش بقى وهد نفسي وهد حيلي، لا. ممكن تنامي لك ساعتين لو معاكي بيبي زي حالتي كده مثلا في الطريق وحميه مثلا وكده وغيري له، خدي في حضنك مثلا ساعه او حاجه مع بال ما ابنك يجي من المدرسه او الحضانه. ان شاء الله باذن الله عام دراسي سعيد عليكم يا رب، وان شاء الله سنه كلها خير وتفاؤل وامل ونجاح وفرحه. ويا رب كده يسعد كل اولادكم وتشوفوهم في اعلى المراتب واعلى المناصب يا رب، وابني وعيالي الاتنين من ضمنهم. انا خلصت كده بقى المطبخ، خدت كده البوتاجاز والمواعين والرخامات والحيطان دي دايما ايدي بتبقى عليها، لان ساعات وانا بغسل المواعين الحيطه بتبقى مثلا عليها ميه فبتعمل كده زي خطوط. او مثلا لو بعمل الاكل مثلا حاجه جت عليها من الاكل او حاجه بمسحها بسرعه. بس بقى انا ايه لما بغسل المواعين باخد كده ايه زي تنظيفه كده للمطبخ. فان شاء الله باذن الله كده احنا هنبتدي مع بعض تنظيفات الشتاء هنسهلها على بعض. عايزاكي تسهلي كل حاجه على نفسك، مفيش حاجه مستاهله ان انت تتضايقي عشانها او تقولي ان انا مش هقدر. احنا بنقدر على اي حاجه ان شاء الله وبفضل الله وبالاستعانه بالله، وبكل حاجه بتمشي وكله بيعدي وكله بيهون وخير من عند ربنا، وكل حاجه خير في الدنيا دي. بصوا طلعت بقى هنا حطيت بقى السجاد بعد ما خلصت المطبخ على على السور، وخليت جوزي ربنا يبارك له يا رب بصوا عملهم لي كده زي دبسهم لي في الحبال عشان ما يقعوش، لان انا كنت نازله. رشيت بقى عليهم عشان ريحه المعطر تثبت عليهم، وعشان يبقى ريحتهم حلوه، عشان بما ان انا كنت هسيبهم يومين مع بال ما يعني اروح عند ماما وارجع وكده. كان طبعا كده يومي خلص اليوم اللي انا نزلت فيه. حبيت بقى اديكم في الاخر كده فكره غدا انا كنت عاملاها قبلها بيوم. كنا عندي بانيه في التلاجة طلعتها وعملت لهم كده مكرونه سباكيتي، كنت انا واسر اللي هناكله. فالمهم حطيت بقى كده البانيه في الخلطه اللي انا عاملاها دي، دقيق على فيجيتار، وحطيت بقى التوابل اللي عندك كلها، توابل فراخ ملح وفلفل اسمر كاري وكركم وبابريكا وكده. انا ساعات بعمل برطمان كبير كده بنات بحط التوابل كلها على بعض ما عدا الكمون، ممكن احط معلقه صغيره خالص كمون بينفعني في كل الاكلات. كده بقى خلصت يومي وروتين واديتكم وصفه اكل. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا لي لايك لو استفدتوا بحاجه بسيطه، وتكتبوا لي كومنت بيشجعني. اشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامه.